طلعة من قناع التحدي إن من يريد، طلعة من قناع التصدي إن من يريد، طلعة من قناع المواجهة والوادي دماء المخطط لعب الهمة والبلغ شعبوها لتصفت كما عهدتها دولي المواجهة تصفت بالعناسي بالدفاع عن الكرامة عن الكبرياء عن الأمة كلها. أيها الأخوة لن نتخلف أبدا ولا يكتب على التاريخ أن نتخلف. نحن وحدات بالله بالصعب السوري، نحن وحدات وليس الشهداء وليس الأطفال. لا يكتب على التاريخ أبدا أن نتخلف يوم تدق قبول الاستعداد والدفاع مستمر والنصر حتمي. أيها الأخوة إلى الأمام أيها الأخوة. مدينة بني وليد الواقعة في الشمال الغربي من ليبيا البعيدة عن طرابلس بحوالي 180 كيلومترا في الجنوب الشرقي ظلت منذ عدة شهور جبهة مستعصية على الثوار الليبيين وحصنا منيعا لما تبقى من كتائب القذافي، حيث باتت تصدق فيها مقولة الجنرال الإيطالي غراتسياني الشهيرة: من أراد أن يسيطر على طرابلس الغرب عليه أن يبدأ ببني وليد. لهم صيت ما زالوا بناقض وارع العهد، ما زالوا جهار نهار لهم صيت ما زالوا. هم ظنوا في الجواد الأصايل هم دوال العلة، ما همش يا غافل أصحاب مدلة وما يتفافوش يا خاين على الدولار، ما همش كلي بايعين الملة على شرع ربي سايرين مسار، وما همش كلي عقولهم مختلة جابوا العدو حطوه وسط الدار. يا جرد مدخولة طبي من ضلة، يا جرد جبت البل ولدك عار، يا خاين يا صفصيف يا شرتلة، يا عبد الدولار يا منهار، وانت تواوي كشختك من حلة وتمسك فروحك ليظن المختار. منكم برية قوم يا من ظلة وبافعالكم ما كمش من الأحرار، يا خاطيين القول يا مختلة كلاب ليل ما كمشي من الجسار. هذه المؤامرة الكبيرة اللي أجرتها الكلاب الضالة في ليبيا ستكون قبائل ورفلة ووادي بن وليد هي المتكة الذي سنقاتل منه هذه القوى الرجعية، ولن نسمح لهم بالسيطرة على ليبيا ولن نسمح لهم بهزيمة الثورة. فمبروك لكل شباب ورفلة ولكل أم ولكل عائلة في بن وليد.